وسبب ذلك من أهلهم الله نور ويتعالى على عبده وجعل من النار وبقى له منا بسن النار بسن النار ربي لهم وارحمهم وعافهم وعافهم وربي لهم وارحمهم وعافهم وعافهم واجمع في دار كرامتك مسلك رحمتك ومن عليهم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سليم الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك سميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم. اللهم يا سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وأنا الحمد لله رب العالمين. قول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menyempatkan kita hadir di ini musalla Al-Faqih yang menyampaikan susunan acara untuk hari ini. Untuk Fatihah akan dibacakan oleh Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Yahya, dan untuk fasal salawat akan dibacakan oleh Sayyid Umar bin Muhammad bin Muhammad As-Segab, dan fasal tajalla akan dibacakan oleh Sayyid Nagib bin Abdullah Al-Kab, dan pembacaan wa ashhadu akan dibacakan oleh Sayyid Sayyid Hud bin Yusuf Al-Munawwar, dan fasal amma ba'du akan dibacakan oleh Sayyid Taufik bin Hasan Al-Madhij. Fasal waqad ana akan dibacakan oleh Sayyid Usman bin Alwi Al-Habsyi. Fasal wa munzu akan dibacakan oleh Sayyid Ahmad bin Ali As-Segab, dan fasal fahina akan dibacakan oleh Sayyid Nizam bin Harun Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa bi'iznihi wa istirayub islamana wa ahluna wa aslabana wa ba'ina salihin. Subhanallah wa bihamdihi biniyatina biniyatihim wa a'malana bi'amalihim ala hadhihi niyyah. وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة بقراءة هذه السنة الدورة للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته ثم الأرواح جميع أساتذة ومشايخنا ولمن له الوقوف علينا أن الله يغفر له ويرحمه ويدخلهم الجنة برحمته وعلانية أن الله يذكرنا الفتوح والمنو والرسول وصلاة الجسد والروح ويتوب الناس ولانية كسلة وعلة النبي محمد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد الملة ما جرت به في أقداره الكسمة. صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترازت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الذكلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من زر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد رقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا حوضته العيون فيما اجتالته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن
جاءته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد. صلى الله عليه. أشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في إلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تألق به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي نرتقوا شهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أتر الأكوان بنشر ذكره نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به محسن تكراره وموضع وروجه وقد قضت الأقدار الزاوية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وكان مستقره في الأسباب الفاخرة والأرحم سرفة الطاهرة حتى برز في عالم السعادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونور حي أبكر ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الخروج يريكم ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي باسم معشار أوصاف ذلك الموصوف
تصفيقا للسامعين من هواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن ثون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أسراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي هم العالمين. وبكي الراية في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به متكلم والسامع فينهلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك بهذه درة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمشي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج وعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى ثقات جواهر الكنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال بشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام كافي والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخات بمثل فراهد ملاقة الأشراف البرية وبروزه في عالم الخفاء إلى العالم الظهور بعد تناقله في البطون والظهور صلى الله عليه. وأظهر الله في وجود بهجة التكريم وبسط في العالم كابر مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربا وجهد الهبي على السماوات والأرض ومن فيها بترهيب وأمطر الوجود إليه على أهل الوجود التشيء ألسنة الملائكة بتشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقطرتك شفاكين هذا المسطول يبرز نور كامل في عالم الزهور نور فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة من خفاس الأمة أن يهجر إن وجه أمة تأنيس لجانبها مسؤول ومشارك لها في هذا السمات ممود فهاجرت بتوفيق السيدة مريم وسيدة الآسية ومعهما من الهورئين من قسم الله بالشرف بقسمة وافية صلى الله عليه. وأتى وقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق قوسه مع كمال من النور ورز حميد محمود وبين لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الكون بتويها جان بو
بشرى بسعد ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينبال الله صل يا ربي على حماد صل يا ربي على حماد اسمه طه وياسين الله على حماد صل يا ربي على حماد اسمه طه وياسين الله المشفع بالقيامة المشفع بالقيامة من أقول بالبراهين الله صوتنا عطانا صوتنا عطانا جمال فخر المؤبد الله صل يا ربي على حماد صل يا ربي على حماد اسمه دوامتم علينا
كيف حين السعد نور شرب ببلغنا بجاهي في جواري خير ما جاء دوار طبعا علينا دوار طبعا علينا ورحمنا غيرنا ورحمنا وصلاة الله تعالى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين بلغ صلى الله عليه وسلم بيوم بلغ رفعا ترفعه إلى السماء ومن يقر به إلى أن له شرفا على مجده وسماه وكان وقت موت سيد القرنين من شهور شهر الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولايته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقطوعا الصورة تولد ذلك لشبه عند الله يهدي القدرة ومع بلده إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عن الشفاعي رضي الله عنه قال لما ولد أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه فسمعت قال يقول إنك الله وإنك ربك قالت الشفاعي فضره ما بين المشي والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قال ثم ألبسته ورجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة وغبوم وكشاوية عن يميني فسمعت قائلا يقول إن ذهبت به قال إلى المغرب فأصبر ذلك عني ثم عاودني الغبوم وكشاوية عن يساري فسمعت قائلا يقول إن ذهبت به قال إلى المشرق قال فلم يكن حديث مني على باب حتى بعث الله فكنت من أول الناس إسلاما فانجمت سنة من عظيم المعجزات وبهذه الآيات البينات بما يكفي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عينتي في كل حين ترى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. الرؤوف لا يكون ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة الأخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا بين الرجل صلى الله عليه وسلم في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب عينا. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك أعنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الخيوبات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك
سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وآمل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبحار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر جازي من دادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا ذنبا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المضرب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره ووالاه وضاعره وأم ببركة وشرف جهته أولادنا وأهل كفرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مامورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واقضي دين المدينين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا وفي الإرث المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا العمل بطاعتك
والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم يسأل الله ويتيم وسلام الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Ali Asgab. فعليه فليتفضل مشكورا. صلوا على محمد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بالبر ونهى عن العقوق، وصلاته وسلامه على سيدنا الصادق المصدوق وعلى آله وصحبه يوم استيفاء الحقوق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Al-Habib Abuya Al-Ustadz Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab Hafizallahu wa ra'ah, dan begitu juga Al-Ustadz Muhammad Syukri bin Syahab, dan begitu juga Al-Ustadz Muhsin Al-Habsyi wa jami'ul habaib wal asatiz wal hadirin hafizakumullah wa ra'akum. Kita berada di masjid di Musalla Al-Munawwar hari ini untuk mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita mengadakan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar puja-puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan hanya sekedar membaca qasidah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi minimal kita harus punya dua tujuan. Sebagaimana yang dikatakan Al-Habib Ali Habsyi di dalam kitab Maulidnya, tashwikan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Yang pertama, tashwikan lis-sami'in, yaitu bagi orang yang belum mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diadakannya dan dibacakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menumbuhkan dan menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang tadi tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah dibacakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal siapa itu Nabi Muhammad, maka akan timbul benih-benih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua, tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Dan ini untuk orang-orang yang sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
diadakannya maulid untuk mereka itu sebagai hiburan, sebagai penghibur hati mereka karena kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ketika disebutkan kekasihnya maka mereka akan senang. Sebagaimana orang tua yang menyayangi anaknya dan mencintai anaknya, ketika anaknya dimasukkan ke pondok pesantren dan anaknya tadi, dan orang tua ini bertemu sama orang yang kenal akan anaknya, atau ketemu sama ustadz yang mengajar anaknya, dan ustadz tadi ngomong ke orang tua ini, anak antum masya Allah di pondok pesantren, anak antum berprestasi di pondok pesantren, maka orang tua tadi akan senang mendengar itu. Dan ketika datang orang lain memuji anak tadi, orang tua tadi bakal senang, terus bakal senang, tak bakal bosan-bosan. Terus bakal senang ketika anaknya dipuji, karena orang tua tadi cinta kepada anaknya. Dan begitu juga kita, ketika kita udah cinta kepada Rasulullah SAW, ketika kita udah cinta kepada Rasulullah, ketika nama Rasulullah itu disebut, kita tak bakal bosan dengar namanya, karena udah tumbuh cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ma namdah illa Nabi, kita ini tidak muji kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad udah dipuji, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu udah tak ingat lagi sama yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana cerita Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, beliau sahabat Rasul yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Hikmahnya itu, beliau ini sering menyiapkan air wudhu dan keperluan Rasulullah SAW untuk melakukan sholat. Dan Rasulullah itu melihat dia ibah. Rasulullah melihat dia ibah karena luar biasanya hikmah kepada Rasulullah dan ketekunannya hikmah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada dia, salni ya Rabi'ah, tanyakan, mintalah sesuatu kepada aku ya Rabi'ah. Akhirnya karena Rabi'ah ini orang cerdas dan dia tahu apa sesuatu yang luar biasa yang harus dipinta ketika Rasulullah SAW menyuruhnya untuk minta, maka dia menjawab, ya Rasulullah, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Ana tidak minta selain bersamamu kelak di surga. Ana tidak minta yang lain kecuali Ana pengen hidup bersamamu di dalam surga. Akhirnya Rasulullah SAW berjawab, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Rasulullah SAW berkata, bantulah aku dengan banyak-banyak sholat dan banyak-banyak sujud. Dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan, orang yang sudah dekat sama Rasulullah itu tak bakal galak yang lain, walaupun surga ditawar ke, kalau tak kata Rasulullah, dia tak galak masuk surga kecuali sama Rasulullah. Dan begitu juga ketika kita ambil contoh seorang pengantin ketika dia masuk kamar, di kamarnya tadi udah disiap ke yang udah luar biasa, kasurnya empuk, makanan dan minuman di sana udah ada. Cuma kekasihnya tak kate, dia tak bakal galak masuk kamar itu, soalnya tak kate kekasihnya. Dan begitu juga orang yang masuk surga. Surga itu walaupun ada istana yang terang mentereng dan ada pemandangan yang luar biasa, tapi ketika nggak ada Rasulullah, itu sahabat Rasulullah nggak mau masuk surga itu tanpa adanya Rasulullah SAW. Itulah bukti kalau sudah dekat sama Rasulullah, orang itu tak bakal galak jauh dari Rasulullah SAW. Dan kita bisa ambil contoh dari pohon kurma yang biasa disendari oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah berkhutbah. Ketika sahabat menyiapkan mimbar baru untuk Rasulullah SAW berkhutbah, Rasulullah tidak nyendari mimbar itu, batang kurma tadi. Akhirnya Rasulullah berkhutbah di atas mimbar yang baru tadi. Ketika pertengahan Rasulullah SAW khutbah, terdengar suara hanin al-jizi, suara tangisan batang kurma ini tadi. Akhirnya sama Rasulullah, didekati sama Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, wahai pelepah kurma, apa yang ente mau? Ente mele tetap dipakai di bumi ini, disender sama Rasulullah,
cuma setelah itu kau bakal musnah, atau kau lebih memilih bersamaku kelak di surga nanti, ditanam di surga. Akhirnya pelepah kurma ini karena tahu sesuatu yang luar biasa itu adalah hidup bersama Rasulullah di surga. Karena hidup di surga tadi hidup abadi, maka dia ngomong kepada Rasulullah, saya lebih memilih hidup di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurma aja tahu apa kenikmatannya dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita seorang muslim tidak mau dekat dengan Rasulullah. Jadi jadikan hadir Maulid ini sebagai pendekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada cerita tentang Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal ini muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal ini termasuk sahabat yang paling terpukul. Sampai-sampai Sayyidina Bilal itu ngomong, ana tak galak azan lagi kecuali untuk Rasulullah. Karena Rasulullah enggak ada, ana tak galak azan lagi, kata Sayyidina Bilal. Akhirnya Sayyidina Bilal karena tak kuat hidup di Madinah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal tadi pergi ngadep Sayyidina Abu Bakar. Wahai imam, wahai Amirul Mukminin. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar adalah Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Bilal sebelum nak pergi meninggal ke Madinah minta izin dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya ketika beliau minta izin ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjawab, wahai Bilal, ana bukan tak galak ngejo izin, cuma ente ni orang penting di sini. Kalau ente pergi, siapa yang nak ngazani kita? Kata Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Bilal jawab, wahai Sayyidina Abu Bakar, ana tanya ente ni waktu memerdekakan ana itu lillahi ta'ala atau karena diri ente? Kalau ente memerdekakan ana dari Umayyah bin Khalaf itu lillahi ta'ala, maka ente bakal ngasih ana izin keluar dari Madinah. Soalnya ana udah enggak sanggup hidup di Madinah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ente memerdekakan ana karena diri ente, ana bakal tetap tinggal di Madinah. Akhirnya gara-gara Sayyidina Bilal ngomong kayak itu, dikasih izin sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi dan pindah ke kota Syam. Setelah beberapa lama, sekitar 6 bulan atau 1 tahun, Sayyidina Bilal tinggal di kota Syam. Sayyidina Bilal ketika tidur bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya Sayyidina Bilal itu datang menziarahi Sayyidina Bilal. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, ila mata hadhil jafwah. Ada yang ngomong ila mata hadhil jafa. Sampai kapan ente bakal jauhi ana, wahai Bilal? Setelah Rasulullah ngomong kayak gitu, Sayyidina Bilal kebangun dari tidurnya, nangis langsung. Nangis karena satu sisi dia nangis senang karena bertemu lagi sama Rasulullah walaupun lewat mimpi. Ya, tapi satu sisi lain dia sedih karena dimarahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mimpi tadi, Sayyidina Bilal langsung ngajak keluarganya, langsung bergegas untuk pergi ke Madinah untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika sampai Sayyidina Bilal sampai di Madinah berziarah kepada Rasulullah, langsung tersujud di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedih karena kangennya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar yang mendengar kabar kalau Sayyidina Bilal itu datang ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar datang, berpelukan Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Bilal, dan Sayyidina Abu Bakar minta satu permintaan kepada Sayyidina Bilal. Ya Bilal, ana minta ente azan lagi. Galak ada? Kata Sayyidina Bilal, wahai Abu Bakar, sebagaimana ana omong ke dulu, ana tak bakal azan kecuali kepada Rasulullah, maka ana tak bakal azan lagi. Akhirnya setelah berapa saat datanglah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga minta baca permintaan Sayyidina Abu Bakar tadi. Dan begitu juga Sayyidina Bilal ngomong, ana tadi udah nolak Sayyidina Abu Bakar dan ana bakal nolak ente juga. Tak lama kemudian datanglah kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Akhirnya ketika mereka datang, Sayyidina Bilal senang melihat mereka, langsung dipeluk sama Sayyidina Bilal. Ketika dipeluk sama Sayyidina Bilal, kedua cucu Rasulullah ini serempak ngomong, wahai Bilal, kami punya permintaan kepadamu. Langsung Bilal menjawab, apa yang kalian minta? InsyaAllah bakal aku kabulkan langsung, kata Sayyidina Bilal. Akhirnya mereka dengan serentak ngomong, nuridu
tu'azzina lana kama tu'azzin li jaddina, kama kunta tu'azzin li jaddina. Kami pengen kau azan lagi untuk kami sebagaimana kau dulu azan untuk kakek kami. Karena ini permintaan dari kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal takut kalau Sayyidina Bilal nolak, agak bakal ditolak sama Rasulullah. Jadi akhirnya Sayyidina Bilal mau tidak mau nuruti permintaan kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Sayyidina Bilal naik ke menara, Sayyidina Bilal mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh Madinah kaget. Ahayyun Rasulullah, apa Rasulullah itu hidup lagi? Apakah Rasulullah itu hidup lagi? Kata. Akhirnya Sayyidina Bilal melanjutkan azannya, asyhadu an la ilaha illallah. Perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah itu langsung keluar. Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah diutus lagi dari kuburnya? Saking rindunya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ketika Sayyidina Bilal akhirnya menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Sayyidina Bilal menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semadinah itu langsung nangis. Yang mana diriwayatkan tangisan ini lebih besar dari tangisan dimanapun kecuali setelah wafatnya Rasulullah. Tangisan di Madinah itu paling besar ketika wafatnya Rasulullah. Dan setelahnya yang paling besar adalah ketika azannya Sayyidina Bilal setelah wafatnya Rasulullah. Itu adalah contoh. Tadi ini cerita ini adalah contoh bagaimana cintanya mereka sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dekatnya mereka kepada Rasulullah. Dan ketika mereka berpisah dengan Rasulullah, ketika ada tanda sedikit aja kalau di situ ada Rasulullah, mereka langsung bersedih. Maka kita jadikan Maulid ini sebagai pendekatan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa mengikuti jejak sahabat bagaimana cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar kelak kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum hakaza minni wal afu minkum ala tulil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa penutup dan talqinul zikir kita pintakan kepada Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما